النهارده حبايبي هنعمل الفاصوليا الخضراء بطريقتنا القديمه اللي هي متسبكه بطريقه حلوه وبسيطه جدا. مسكت الفاصوليا قطعتها بالورب كده زي ما انتم شايفين. بتبقى بتدي منظر حلو وشكل حلو قوي. معايا كيلو فاصوليا، معايا كيلو لحمه، كيلو الا ربع طماطم، معايا بصلايه. كده انا جبت شويه سمنه في الحله وهنزل بالبصلايه وهفضل اشوح فيها لحد ما تصفر. وكده البصله خلاص اصفرت، هنزل باللحمه هديها تشويحه مع البصله. انا بحب احط اللحمه متجمده علشان بجيبها الاول وبغسلها وبجمدها في الفريزر، وبحب احطها على طول كده متجمده عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. هنزل بنص معلقه فلفل اسود. الملح هحطه قرب اللحمه ما تستوي. وكده بعد ما شوحت اللحمه شويه بالفلفل الاسود نزلت عليها بالطماطم وهسيبها لحد ما تتسبك. انا الطماطم دي ضربتها في الخلاط وصفتها. وكده اتسبكت، هنزل عليها بميه سخنه، ما ينفعش ننزل عليها بميه بارده. وانا بحب احط اللحمه وهي متجمده، بحب اغسلها الاول واصفيها واحطها في الفريزر، واول ما بخرجها من الفريزر بحطها على طول في الطبيخ. والبصل انا بحب اطبخ بالبصل الابيض مش البصل الاحمر. البصل الاحمر للاكل، لكن البصل بيبقى حلو الابيض اللي هو الاصفر بيبقى حلو قوي في الطبيخ. هسيبها تغلي كذا غلوه وهنزل بالفاصوليا. وكده اديتها كذا غلوه وهنزل بالفاصوليا. وممكن الفاصوليا دي تعملوها صيامي او نباتي، ممكن تتعمل من غير لحم وبتبقى حلوه قوي. كده هسيب الفاصوليا لحد ما تستوي 3/4 سوا ونعمل احلى طاجن فاصوليا. وكده الفاصوليا واللحمه استوت 3/4 سوا، وسخنت الطاجن في الفرن كويس قوي علشان لما ادخله يغلي على طول وتستوي على طول. كده هحطه في الفرن لمدة نص ساعة على أرضية الفرن من تحت. وكده أنا طلعت الطاجن من الفرن، ريحته حلوة قوي. أنا نسيت أقول لكم إن أنا حطيت نص معلقة توم فيه، بتدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي. نتقابل في فيديو جديد.